كلنا بيبقى الاب والام بيبقى عندهم احساس كده انه ايه، لا ما تعرفش فلان، لا ده فلان ده ممكن يكون وحش او وحش انت مش شايفه. واللي بيتفرجوا عليا من الصغيرين بيصمموا انهم لا هنعرف فلان او هنعرف فلانه. تيجي فجأة تلاقي نفسك بتتدمر نفسيا نتيجة انك اديت كل حاجة. فخليكوا وسط في صداقاتكم. الصداقة دي شيء مهم، شيء يعني محترم، اوصى به كل الاديان السماوية، ولكن بحذر. يعني ايه بحذر؟ يعني ما تحاولوش بقدر المستطاع انك تحب قوي وتشغل نفسك قوي وتتمسك قوي وتبقى هم دول الدنيا وما فيها، هم دول قرايبي واخواتي واصحابي. خلي عندك توازن في انك يبقى عندك مجموعة من الناس، وكل شوية تدخل في حياتك صداقات جديدة او ناس بعلاقات جديدة، علشان ما تتصدمش تلاقي نفسك لوحدك. الحمد لله انا بعمل بالنصيحة دي وبعمل بيها ان ليا صحاب في كل حتة وصداقات في كل حتة. في فرق ما بين الصداقة والزمالة مثلا، في فرق كبير ما بين الصديق والزميل. الزميل ده زميل شغلانة، مدرس، ممثل، عامل نظافة بتاع. من حاجات تانية ممكن يبقى مثلا مؤلف، مخرج، مش ومش اب لازم ان احنا نبقى اصحاب في نفس الشغلانه، ان احنا لازم تشغلني او لازم اشغلك او لازم نبقى مع بعض. ما تحطوش حاجه دي، مش هتبقى صداقه، دي هيبقى مصلحه.